نهار نهائي كأس العالم بفرنسا 1998 روبرتو كارلوس غيفيق في الصباح على صوت ديال الجخير في البيت ديالو. شكون اللي كان كيجخر؟ رونالدو. غتقول لي عادي اي واحد كيجخر؟ لا، الشخير كان مجهد بزاف وما كانش طبيعي. روبرتو كارلوس مشى كيجري طلع على صاحبه ويشوف مالو، والمنظر اللي شاف سبب له صدمه كبيره. تشوكا، شاف رونالدو صارت لسانه. رونالدو كيموت، احسن مهاجم في العالم كيموت. الركيزه اللي معول عليها البرازيل باش ياخذوا كاس العالم 98 كيموت. اللاعب اللي تكرم بجائزه من الفيفا ديال افضل لاعب شاب في العالم كيموت. وحتى اذا ما ماتش وتعتق غيكون عنده مشكل صحي وغيتحرم من الفينال اللي كان في هذا النهار وما غيلعبش. هاد الافكار كامله جات في راس روبرتو كارلوس وهو كيشوف رونالدو بالع لسانه وكيموت وما قادرش يتنفس. روبرتو كارلوس في واحد اللحظه حس براسو بحال تشلل، ما قادر يدير والو وهو كيشوف صاحبه كيموت. شد فراسو وبدا كيغوت بحال الحمق وكيغوت رونالدو كيموت، رونالدو كيموت وكيغوت من جهد. كيعاودوا الزملاء ديالو في الفرقه وكيقولوا فقنا على صوت روبرتو كارلوس كيغوت وكيقول رونالدو كيموت. مشينا كنجريو للغرفه فين كانوا، لقيناه كيغوت ومخلوع وكيترعد، ورونالدو حداه صارت لسانه وكيدابز مع الموت وكيتخنق، ما قادرش يتنفس. وبلا ما نحتاجو نعيطوا على اللي يعتقوا، الصداع ديال الغوات ديال روبرتو كارلوس فيق كلشي وجاو كيجريو يشوفوا شنو كاين. ومنهم كان الطبيب ديال المنتخب اللي اعتق رونالدو في اخر لحظه وتم النقل ديالو من بعد للسبيطار بالزربه. وتما عاود لهم روبرتو كارلوس شنو وقع. قال لهم رونالدو قبل ما ينعس كان كيدابز مع صاحبته سوزانا، كانت مدابزه كبيره لدرجه حسيت به تجنن ولا بحال الحمق. كنت كنظن غير سكت له القلب في هذه اللحظه هذه، تعصب بزاف. وهاد المدابزه سالات فاش رونالدو نعس بكثره العيا والمجهود العصبي اللي بدلو في هاد المدابزه. علاش دابزو انا نقول لك، ولكن قبل خليني نقول لك واحد النقطه مهمه على المدابزه. الاطباء الفرنساويين باش يهدئوا اعصاب رونالدو ضربوا له واحد ليبره فيها واحد المخدر قوي بزاف كيأثر على التركيز وكيقلل نشاط المخ. وباش تعرف الخطوره ديال هذا المخدر، هذا المخدر هو بالضبط باش انتحرت الممثله الشهيره مارلين مونرو. واللي بغى يعرف القصه ديالها كامله كتب لي في الكومونتير. المهم دابا غتقول لي مزيان انهم حقنوه بداك المخدر باش يرتاح والاعصاب ديالو تكالما. ولكن ما تنساش كما قلت لك في الاول بلي هذا النهار كان نهائي ديال كاس العالم 1998 بين فرنسا والبرازيل. ورونالدو من بعد ما تحقن بهذا المخدر اذا ما غيلعبش الماتش. وانت عارف رونالدو شنو كان بالنسبه للبرازيل؟ هو الورقه الرابحه، لدرجه كانوا كيقولوا في ذاك الوقت الا وصلت كره رونالدو بنسبه 70% بيت. وزيد عليها الفرقه ملي غتعرف رونالدو ما كاينش معنوياتهم غتهبط وفرنسا معنوياتها غتطلع، وهكا بنسبه 90% الكاس كان فرنساوي. دابا غنجيو للسبب المهم، هو شنو اللي وصل رونالدو لهاد الحاله؟ علاش دابز مع صاحبته وصلت الامور لهاد الحاله هادي؟ انا غنجاوب. السبب كان ببساطه الخيانه. رونالدو في ديك الليله جاتو مكالمه من عند صاحبه، قال له رونالدو حدا راسك سوزانا كتخونك. قال له رونالدو شنو كتقول؟ ما يمكنش. قال له صاحبه انا متاكد من هادشي، كتخونك وهي دابا مع المذيع البرازيلي بيدرو بيان. رونالدو كذب صاحبه وقال له انت كتكذب، انا عاد كنت كنهضر معاها وقالت لي انا غادا نعس، خاصني نوض بكري على قبل الماتش، حتى انت خصك تنعس باش تفيق مزيان. صاحبه ملي شافو ما غاتيقوش قال له صافي انا كنكذب وانت عندك الصح، صافي حسبني ما قلت لك والو. ومور هاد لابيل رونالدو عرف بلي صاحبه ما كيكذبش، وتفكر واحد المشهد كان شافو في واحد الماتش كان لعب فيه، وكانت سوزانا كتفرج. في واحد اللحظه شاف فيها في المدرجات لقاها كتضحك مع هاد المذيع وما كانش مسوق لا ليه لا الماتش. رونالدو في هاد اللحظه هادي فاش شافها ضحكت معاه كان كيحاول يقنع راسو بلي علاقتهم سطحيه وضحكت معاه كما كتضحك مع اي واحد. ولكن هاد الاتصال خربقو وقرر يتاكد الراس. هز تليفونه وصونا لها على الفيكس ديال الشومبر اللي كانت شاده في لوطيل، والو ما كتجاوبش. صونا لها في تليفونها والو ما كتجاوبش. بدا الشك كيزيد عنده، لبس حوايجو وهبط للملهى الليلي ديال لوطيل. وهنا كانت الصدمه. هنا لقى حبيبته سوزانا جالسه ومعنقه المذيع البرازيلي وتاكد من الهضره ديال صاحبه. سوزانا ما كانتش بنت عاديه عند رونالدو، كانت تقريبا البنت الوحيده اللي عرف في حياته. كان كيبغيها بزاف من الصغر،
كيعرفها ملي كان فقير وهو مرتبط بها، وبقى معاها حتى ملي مسك عليه الله ورجع لاباس عليه. وشخصيه مشهوره في العالم وكانت معاه على مدار المشوار ديالو الرياضي. السؤال كان هنا هو علاش تخونيني؟ علاش وانا حلم اي بنت في العالم وما كنت حارمك من والو، وحتى ملي درت لاباس ما تخليتش عليك. ووسط هاد الافكار شافتو سوزان وتخلعات، وجهها صفار ما عرفت ما دير. نط عنده كتجري باش تشرح له شنو كدير هي هنايا، ولكن سمح فيها وطلع للشومبر ديالو وسد عليه. بدات كتصوني له والو ما كيجاوبش. صونات المره الاولى الثانيه الثالثه والو ما جاوبش، وبقات كتصوني حتى جاوبها. بقات كتهضر لدقائق طويله، كتهضر وكتبكي وهو ما كيهضرش غير كيسمع. حتى لواحد اللحظه وقالت له انت هو السبب في هذا الشيء، انت اللي ما مهتمش بيا، كتهتم غير بالكره والونطريمون ديالك. ولكن هذا الشيء ما كانش مبرر باش تخون بالنسبه لرونالدو. وبقى ساكت وهي كتهضر حتى انفجر عليها مره واحده ويقول لها جمله واحده: علاش تخونيني؟ علاش وانا كنت مخلص ليك وما كنبغيش غير سال هاد الجمله قطع عليها. هاد الشيء داز على ودني روبرتو كارلوس اللي كيشوف صاحبه مدمر وما قادر يدير ليه والو. كارلوس حاول يهدن صاحبه اللي كان معصب، ولكن ما كانش مسوق عليه، بحال ما كيهضرش معاه كاع، كان في عالم اخر. بقى رونالدو هكا حتى نعس بكثرة العيا. كارلوس فرح وقال مزيانه ملي نعس باش يرتاح ويصبح غدا مزيان. تابعنا ماتش مهم ضد فرنسا، ولكن ضربته الفيق على صوت صاحبه صارت لسانه وكيموت. المهم مور ما الاطباء حقنوا رونالدو بالمهدئ، صحابو رجعوا للوطيل باش يوجدوا راسهم من الماتش ويمشيو للتيران. الجمهور بدا كيدخل والفرقه دخلت تسخن في التيران، ولكن اللعابه حتى واحد ما كان في التركيز ديالو، وهما عارفين اهم لاعب ما كاينش. التركيز كان هارب عليهم بالمنظر اللي شافوا فيه صاحبهم وهو كيموت. المهم دخلوا للفيستير والمدرب صافي قرر شكون البديل، بدا كيشرح لهم الخطه. واحد اللقطه جا داخل عليهم شكون؟ رونالدو. كلشي طرب الفرحه وتلاحوا عليه كيعنقوه الا المدرب اللي كان مخلوع عليه. هو كيشوف فيه مازال اثار المخدر باينه عليه، وبقى مفاجئ كيفاش خلاو يخرج من السبيطار وهو هكا. البلان كان هو رونالدو فاش شاف الماتش قرب بدا كيغوت عليهم في السبيطار باش يخرج وما خلاوش حتى دار ليهم الشوا بالغوات. في التالي خلاوه يخرج حتى سينا لهم على واحد الورقه بلي هو المسؤول على راسه، وهو قرر يخرج بكامل الاراده ديالو. رونالدو شاف المدرب ديالو وقال له بالحرف ضروري ما تخليني ندخل اللعب. المدرب شاف فيه وقال له ما يمكنش، خصك ترتاح. قال له رونالدو بقات لي غير كره ما تحرمنيش منه. المدرب تفكر الاسطوره اللي وقعت له مع صاحبته وقال لي لازم تحرمته من هذا الفينال غنكون دمرته، واذا دخل يلعب غيرفع من معنويات الفرقه ديالو، واخا ما يلعبش مزيان غير الوجود ديالو في التيران غيخلع منتخب فرنسا. المدرب وافق يحطه في التشكيله الاساسيه. مقربين من صاحبته سوزانا قالوا بلي ما تفرجاش في الماتش من التيران، تفرجات غير في التلفاز، وقالت بلي ماشي هذا هو رونالدو اللي كتعرف. رونالدو كان مهزوز في التيران بسيب باش كيجري، وحتى اللاعبين ديال فرنسا ما بقاش خالعهم وضمنوا بلي رابحين الماتش حيت شافوه ما قادرش حتى يقيس كره. وهنا بدات سوزانا كتغوت وكتقول انا السبب في هذا الشيء، انا اللي وصلت رونالدو لهذه الحاله. والنتيجه كانت هي البرازيل خسرت الكاس وسوزانا خسرت رونالدو. مور المونديال رجع رونالدو للفرقه ديالو انتر، ولكن كما قال رئيس النادي رونالدو اللي مشى لفرنسا يلعب المونديال ماشي هو رونالدو اللي رجع. وفعلا هذا الشيء اللي كان، واخا كان بنفس المهاره واللياقه مبقاش داك المهاجم الحاسم اللي كيخلع المدافعين. رونالدو ما غتساليش المأساة ديالو حتى هنايا. رونالدو كان تعرض لاصابه في الرابط الصليبي ديال الركبه ديالو وحبس لمده 6 شهور كيتعالج. ومور المونديال والخيانه ديال حبيبته ليه رجعت له الاصابه مره اخرى. طاح وسط التيران كيغوت من شده الوجع لدرجه فريق الخصم هو الاول مشى كيجري لعنده قبل الفرقه ديالو وكيشوف فيه وما عارفين شنو وقع له وشنو اللي وصلوا لهاد الحاله هذه وخلى افضل لاعب في العالم واسطوره ينهار ويتدمر بهاد السرعه هذه. رونالدو كان كلشي كيقول باللي صافي سال وما بقاش المهاجم اللي كيخلع ورجع كيلعب غير برجل وحده، ولكن الاسطوره ما استسلمش. رونالدو مور الاصابه خدم على راسه مزيان ورجع وفاجئ العالم وفاجئ حتى صاحبته سوزان بواحد المستوى رهيب. كان ما كيرحمش قدام الشبكه، كان قتال ورجع عطشان اكثر من الاول. قدام الشبكه ما كيزقلش وزاد انفجر في كاس العالم 2002 وخدا هو هداف البطوله. وفي الفينال قدام المانيا قدر بوحديتو سجل 2 بيوت وخدا البرازيل كاس العالم. رونالدو كان اسطوره
كلشي كان متعلق به، انا وانت واي واحد تفرج فيه. رونالدو رغم الاعتزال ديالو في 2011 كمل المسيره ديالو في الاستثمارات في النوادي وكيتعتبر من اغنياء العالم، وزيد عليها كيدير اعمال خيريه بزاف وكيشارك في مباريات خيريه كترجع العوائد ديالها للمؤسسات ودول تعرضوا لكوارث طبيعيه. رونالدو كان وباقي اسطوره حيه عمرها تموت.